الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، نأخذ في هذه الليلة سيرة الصحابي اليماني القائد الذي مشى على الماء، إنه العلاء الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه. وقد كان من حلفاء بني أمية ومن سادة المهاجرين، والله رسول الله صلى الله عليه وسلم البحرين، ثم وليها لأبي بكر وعمر، وهو من بلاد حضرموت. أما جهاده رضي الله عنه فنأخذ صفحة من الصفحات المضيئة المشرقة من جهاده رضي الله عنه وأرضاه. قال محمد بن سعيد: بعث أبو بكر رضي الله عنه العلاء الحضرمي فخرج من المدينة في 16 راكبا، وكتب لهم كتابا أن ينفر معه كل من مر به من المسلمين إلى عدوهم. فسار العلاء في من تبعه حتى لحق بحصن جواثي، وهي مدينة بالبحرين لعبد القيس، فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد. ثم أتى القطيف وبها جمع فقاتلهم فانهزموا، فانضمت الأعاجم إلى الزارة، فأتاهم العلاء فنزل الخط على ساحل البحر فقاتلهم وحاصرهم إلى أن توفي الصديق رضي الله عنه. فطلب أهل الزارة الصلح من العلاء فصالحهم، ثم قاتل أهل دارين فقتل المقاتلة وحوى أي سبى الذراري. وبعث أرجفة إلى ساحل فارس فقطع السفن وافتتح جزيرة بأرض فارس واتخذ بها مسجدا. كما هو معلوم أن الكرامة ثابتة لأولياء الله لا ينكرها إلا قليل الحظ من الدين والعقل، وكذلك من العلم. لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في المعجزات، أي في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. فعن سهام بن منجاب قال: غزونا مع العلاء الحضرمي دارين، وهي في بلاد فارس، فدعا ب3 دعوات فاستجيب له فيهن. قال: نزلنا منزلا فطلب الماء ليتوضأ فلم يجده، فقام فصلى ركعتين وقال: اللهم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك، اللهم اسقنا غيثا نتوضأ منه ونشرب، فإذا توضأنا لم يكن لأحد فيه نصيب غيرنا. يقول سهام: قال: فسرنا قليلا فإذا نحن بماء حين أقلعت عنه السماء، فتوضأنا منه وتزودنا، وملأت إداوتي وتركتها مكانها. لماذا؟ قال: انظر هل استجيب للعلاء أم لا؟ لأنه قال: فإذا توضأنا منه لم يكن لأحد فيه نصيب غيرنا، لم يكن لأحد فيه نصيب غيرنا. قال: وملأت إداوتي وتركتها مكانها، انظر هل استجيب له أم لا. قال: فسرنا قليلا ثم قلت لأصحابي: نسيت إداوتي، فجئت إلى ذلك المكان فكأنه لم يصبه ماء قط، يعني لم أجد شيئا. وهذه من الكرامات له رضي الله عنه للعلاء، استجاب الله دعاءه. قال: ثم سرنا حتى أتينا دارين والبحر بيننا وبينهم، فقال أي علاء: يا عليم يا حليم، يا علي يا عظيم. من باب الفائدة ذكر
بعض العلماء وكأنه الحافظ ابن حجر في الفتح أن هذا الدعاء إذا تقدم على حاجة السائل الذي يدعو الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم، هذه الأربع الكلمات. قال فقال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم إنا عبيدك وفي سبيلك نقاتل عدوك اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا، لأنه كان بين جيش العلاء وبين هذه المدينة مدينة دارين كان بينهم البحر، فلم يستطع ولم يدري ماذا يفعل. قال اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا، فاقتحم فتقحم البحر يعني اشتد، فخضنا ما بلغ لبودنا فخرينا إليهم، فلما رجع أخذهم وجع البطن فمات، فطلبنا ماء نغسله فلم يجد فلففناه في ثيابه ودفناه. قال فسرنا غير بعيد فإذا نحن بماء كثير، فقال بعضنا لبعض لو رجعنا فاستخرجناه يعني العلاء، فغسلناه فرجعنا فطلبناه فلم نجده، فقال رجل من القوم إني سمعته يقول يا علي يا عظيم يا حليم أخف عليهم موتي، أو كلمة نحوها ولا تطلع على عورة أحد. قال فرجعنا وتركناه. وأورد الإمام الذهبي هذه القصة في كتابه سير أعلام النبلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرة، وذكر فيها أنهم غسلوه، وهذا هو أقرب للصواب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رأيت من العلاء 3 أشياء لا أزال أحبه أبدا، يعني بسببها، أنه قطع البحر على فرسه يوم دارين. هذه المعركة نقف عندها وقفة، كانت بين حين أن أرسل أبو بكر رضي الله عنه العلاء إلى بلاد البحرين، أمره ألا يدع قرية من قرى المسلمين التي يجدها في طريقه، لأنه لم يرسل معه جيشا كثيرا، لم يرسل معه جيشا كثيرا، أرسل معه 16 راكبا فقط، 16 رجلا. وأمره أن كلما مر بقرية من قرى المسلمين أن يستنفرهم وأن يأخذهم معه إلى بلاد البحرين، وهكذا كلما مشى قليلا وجد قرية أخذها، حتى وصل إلى بلاد البحرين وأتى لحق بحصن جواثي وهي مدينة بالبحرين، فقاتلهم فلم يفلت منهم أحد، يعني قتلهم جميعا. ثم أتى القطيف وهي أيضا من بلاد البحرين وبها جمع أي منهم، فقاتلهم فانهزموا، فانضمت الأعاجم إلى الزارة، فأتاهم العلاء فنزل الخط على ساحل البحر، يعني قرية بجانب البحر، فقاتلهم وحاصرهم إلى أن توفي الصديق، فطلب أهل هذه القرية وهي الزارة الصلح بينهم وبين العلاء فصالحهم، ثم ذهب إلى أهل دارين، ودارين كما أن سبق قطع بين العلاء وبينهم البحر، فلم يدري ماذا يفعل، إلا أنه رضي الله عنه دعا فقال يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم نسألك أن تجعل أو اللهم فاجعل لنا إليهم سبيلا. فتقحم البحر، قيل أنه اشتد حتى صاروا يمشون عليه، مشى بجيشه كاملا إلى الضفة الأخرى ولم يغرق منهم أحد، مشوا على ساحل البحر، مشوا على البحر على الماء، مشوا على الماء. هذه كرامة له رضي الله عنه وأرضاه. فمشى فجعل يخترق البحر هو وجنوده، ومشوا على البحر حتى ذكروا أن أحد الصحابة أو أحد الأعراب كان معهم، وقد أمرهم العلاء ألا ينزلوا من على خيولهم، فنزل هذا فغاصت به رجله في الماء، فقام أحد الصحابة ولا أستحضر اسمه الآن، قام به فأمسكه فلفه حتى أطلعه على خيله، فقال هذا الأعرابي والله لا أنساها لك أبدا. الشاهد أنهم مشوا على سطح الماء حتى اجتازوا البحر كاملا وقطعوه إلى
الضفة الأخرى، فأصلوا إلى أهل دارين هذه المدينة وقاتلوا أهلها، قتلوا المقاتلين وسبوا، أخذوا الذراري والنساء وفتحها الله على يديهم. الشاهد أنها هذه كرامة له رضي الله عنه، كرامة له رضي الله عنه حينما أن مشى على سطح الماء. نرجع إلى حديث أبي هريرة قال: رأيت من العلاء 3 أشياء لا أزال أحبه أبدا، أنه قطع البحر على فرسه يوم دارين، وقدم يريد البحرين فدعا الله بالدهناء فنبع لهم ماء فارتووا، يعني حين أن اكتمل عليهم الماء ولم يجد ما يتوضأ، فلما دعا الله عز وجل أرزقهم الماء رزقهم إياه. قال: ونسي رجل منهم بعض متاعه فرجع فلقيه ولم يجد الماء استجابة لدعاء العلاء. قال أبو هريرة قال: ومات يعني العلاء ونحن على غير ماء، فأبدى الله عز وجل لنا سحابة فمطرنا فغسلناه وحفرنا له بسيوفنا ودفناه ولم نلحد له. لكن في الأثر المتقدم أنه مات من دون تغسيل، لكن الصحيح ما ذكره الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في هذا الأثر عن أبي هريرة أنه غسل وكفن وغسل ودفن بثيابه ولم يلحد له رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.